هاي ممكن تكون أسهل وصفة كوكيز نعملها بالبيت. المقادير سهلة وبسيطة. رح نحتاج حوالي 100 جرام من الزبدة وعليهم كوب من السكر. رح نحطهم بالعجانة ونحركهم كتير منيح أو نخلطهم كتير منيح لحد ما يذوب السكر مع الزبدة. بيضة واحدة فقط، شوية فانيلا، وكمان نحرك لأعلى سرعة، يعني بسرعة عالية لمدة 3 دقائق. وبعد ما يخلصوا 3 دقائق رح ننزل بكمية الطحين. طبعا كل المقادير مكتوبين تحت الوصفة، بتمنى تشوفوهم. وأكيد نشا وشوية بيكنج باودر. مثل ما اتفقنا كل المقادير مكتوبين تحت الفيديو. بعدين يفضل نحرك كل العجنة اللي معنا بالسباتولا من الأسفل للأعلى مشان نتأكد إنه الطحين كله امتزج. بعدين رح ننزل بكوب من الشوكولات شيبس أو حبيبات الشوكولاتة. رح تلاقوها بالمحلات وبالسوبر ماركت وسعرها تقريبا رخيص يعني. بعدين رح ناخدهم على التلاجة ساعة كاملة. رح نغطيهم ونحطهم بالتلاجة ونجيب صينية فرن بعد ساعة. مثل ما انتم شايفين نفتح عليهم بواسطة ملعقة طعام. رح نحاول نعمل كرات متوسطة الحجم، يعني بين 60 و70 جرام تقريبا. هاي الوصفة أنا عملت معي حوالي 12 حبة كوكيز وحجمها ممتاز جدا. راح تشوفوا، خليكم معي مشان تشوفوا كيف طلعت معنا النتيجة النهائية. ونعملهم بشكل دوائر، دوائر فقط، ونحطهم على ورقة الزبدة. راح نحطهم بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين من غير ما نضغط عليها. راح ندخلها على الفرن على حرارة 180 190 لمدة 10 دقائق 12 دقيقة أو لحتى تصير الحرف تبعها لونه بني. وهيك حصلنا على أحلى كوكيز. وصحتين وألف عافية.